السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. النهارده هقول لك اول حاجة بيبان عليها الحمل، يعني عشان تعرفي ان انت حامل. اول حاجة او اول مكان بيظهر عليه علامات الحمل عشان تعرفي او تستنتجي ان انت حامل من قبل ما تعملي اختبار الحمل المنزلي. المكان ده هو يعتبر اول مكان بيظهر عليه اعراض الحمل، وبتقدري تعرفي منه ان انت حامل، وهو زي ما انا قلت لك كده بيكون علامات مميزة جدا، وبتعرفي منها ان انت حامل من قبل ما تعملي اختبار، من قبل ما تعملي تحليل، من قبل ميعاد الدورة، وبتكون علامات مميزه جدا جدا جدا. جمعتهم لك النهارده في الفيديو بتاع النهارده. بس قبل ما ابدا، بالله عليكم انتم مقصرين في دعمكم ليا، وده مش مشجعني، مخليني مش في المود كده، اللي هو انا عايزه اخد المخده وانام، مش عايزه اعمل فيديوهات. فانتوا بالله عليكم بالله عليكم ما تقصروا في دعمكم ليا. انتوا اللي بتدوني الباور ان انا اقوم واعمل فيديو وافاتكم، وانتوا اللي بتنيموني وبتناموا جنبي تقريبا يعني، وانتوا شكلكم مريحين اليومين دول. فما تقصروش في دعمكم ليا عشان انا كمان اكون معاكم ما اقصرش وما اكسلش يعني، فانا الكسل ده مش حباه. هنشوف اول اماكن بيكون فيها علامات الحمل او بتظهر فيها علامات الحمل. اول مكان بيظهر فيه علامات الحمل وبتعرفي منه ان انت حامل هو منطقه الثدي. منطقه الثدي سبحان الله بيظهر علامات في منطقه الثدي بتعرفك ان انت حامل، وبتكون اكيده 100%. اول علامه بتظهر في منطقه الثدي بتعرفك ان انت حامل هو ان بتلاقي منطقه الثدي دي زي ظهر فيها طراوه. ازاي بقى؟ يعني بقت المنطقه طريه زياده عن اللازم او عن الطبيعي، فده بيكون بسبب تغييرات الهرمونات في الجسم. فالتغييرات اللي هي الهرمونيه او الهرمونات اللي بتتغير عندك بينتج عنها ان التغييرات الهرمونيه دي بينتج عنها ان منطقه الثدي بتكون اكثر طراوه، يعني بتبقى طريه جدا بعكس العادي. ده بعد ما بيتم تلقيح البويضه على طول. قبل ما تيجي بقى لميعاد الدوره بتلاقي ان حصل زي فوران في منطقه الثدي، بتلاقي ان منطقه الثدي زي فيها فوران، بتلاقي ان زي في عروق نطرت في منطقه الثدي، عروق لونها ازرق. بتلاقي نفسك ان المنطقه دي اكثر تحسس، مش قادره تحسسي عليها، لا بتوجعك من اقل لمسه بتوجعك. تمام؟ فاعرفي وقتها ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل. اما بتلاقي المكان حصل له كده. الهاله اللي حوالين الثدي او حلمه الثدي بتلاقي نفسك ان اللون الهاله دي او الحلمه دي لونها اتغير. لونها اتغير ازاي؟ بيبقى لونها بيحمر او لونها يعني بيغمق عن الطبيعي. شوفي انت لونها اللي متعوده عليه ايه، حسب طبعا طبيعه جسمك او بشرتك. لو انت بيضه بيكون لونها بيج، لو انت سمراء بيكون لونها زي مثلا مغمق شويه. فانت حسب طبيعه جسمك هتعرفي تفرقي. ده انا ما اقدرش اقوله لك الا انت اللي بتقرري. لو انت بيضه هي بيبقى لونها بيج بتحمر، لكن لو انت سمراء شويه تلاقيها غمقت اكتر. تمام؟ فاما تلاقيها لونها احمر او غمق عن الطبيعي اعرفي ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل. العلامه اللي بعد كده ان ساعات بيجيلك نغزات او شكه في منطقه الثدي، بيجيلك شكه كده زي شكشكه الابره في منطقه الهاله اللي حوالين الثدي، بيجيلك شكه او زي شكشكه كده في المنطقه دي، فاعرفي وقتها ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل. والشكه دي بتعرفك ان انت حامل، وبتدل على تلقيح البويضه، وبتدل على حدوث الحمل معاكي ان شاء الله باذن ربنا. طيب نيجي بقى للعلامات اللي بعد كده. العلامات اللي بعد كده بتظهر في منطقه المهبل، احنا هناخدها بالتدريج. تمام؟ منطقه المهبل بيجيلك نغز وشكه بتشبه شكه الدبوس، كأن حد شكك بدبوس كده، بتحصلك في منطقه المهبل. اما بتيجي تقعدي او تقومي او تتحركي بتحسي بيها. تاني حاجه ان بينزل عليكي افرازات حليبيه بتبقى شبه الحليب او القشطه السايله، وبيكون افرازات مائيه شفافه. فالافرازات دي بتنزل عليكي بكثره بعد ايام التبويض، فاعرفي بعديها على طول ان انت بتبقي حامل وان دي علامه حمل. لان عدم الحمل غالبا بنسبه كبيره بيكون في جفاف في منطقه المهبل. لو مفيش حمل بيكون عندك جفاف في منطقه المهبل، لكن لو انت حامل بيظهر لك
الافرازات اللي هي سايله او الافرازات اللي هي بتكون حليبيه او مائيه. فاعرفي على طول وقتها ان انت حامل، وان دي علامه تلقيح البويضه، وان دي علامه حدوث الحمل. طيب نيجي للعلامه اللي بعد كده. بتبداي تلاقي نفسك ان الفتره دي بتكوني عايزه تدخلي الحمام كتير جدا، يعني بتدخلي الحمام كتير او بتترددي على الحمام كتير. اعرفي وقتها ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل. اما تلاقي نفسك ان انت بتدخلي الحمام كتير او بتترددي على الحمام كتير، تمام، دي بتدل على تلقيح البويضه وبتدل على حدوث الحمل، لان بيحصل ضغط على المثانه. فالضغط نتيجه ان الرحم بيتغير وبيحصل فيه تغيرات، والبويضه الملقحه بتنتقل عن طريق قناه فالوب الى الرحم وتستقر في الرحم، فالرحم بيضغط شويه على المثانه، فتلاقي نفسك بتدخلي الحمام كتير، ودي برده علامه مؤكده بتدل على تلقيح البويضه وبتدل على حدوث الحمل. ممكن تلاقي نفسك ان انت عندك حاله من الاعياء او الارهاق، تمام، تلاقي نفسك دايما عندك حاله من الاعياء والارهاق، بس دي مش علامه اكيده. بس انت لو مش متعوده او مش طبيعتك ان انت على طول بتحسي بتعب وارهاق، وجيتي في الفتره دي حسيتي ان في خمول وتعب وارهاق، اعرفي ان انت بتكوني حامل، لان طبعا الحامل دايما بيكون عندها خمول وتعب وارهاق، ودي برده علامه مؤكده بتدل على حدوث الحمل وبتدل على تلقيح البويضه. اما تحسي بالخمول والتعب والارهاق دايما او على طول، تمام، بعد ايام التبويض. طيب العلامه اللي بعد كده اللي بيظهر عليها قوي ان انت حامل وان البويضه اتلقحت وان تم تخصيب البويضه، هو قبولك للعلاقه الزوجيه. يمكن كلام جريء شويه بس انا حابه ان انا اقوله، لان فعلا بيكون الفتره دي عندك قبول قوي جدا 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 للعلاقه الزوجيه، بعكس اي فتره تانية. لا، الفتره دي بتكون عندك قبول رهيب جدا للعلاقه الزوجيه، بتبقي عايزه يحصل علاقه على طول، وبتكون من جواكي عندك الرغبه في العلاقه اكتر من اي وقت تاني، مع ان انت خلصتي ايام التبويض اللي هي المفروض اصلا اللي بيكون فيها اكتر وقت عندك رغبه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه الافرازات الكتير اللي بتنزل اثناء فتره تلقيح البويضه، فبتخلي عندك قبول للعلاقه الزوجيه، فبيبقى اكتر وقت بتكوني فيه. ودي علامه مميزه يمكن جريئه شويه، مش اي حد بيتكلم فيها، بس انا حبيت ان انا اقولها لكم، لان انا متعوده اتكلم معاكم في كل حاجه، ومتعوده ان دي رساله انا بوصلها زي ما هي بصراحتها، ما اقدرش اخبي عنكم اي حاجه، تمام. فدي برضو من ضمن العلامات القويه اللي بتدل على حدوث الحمل وتلقيح البويضه. العلامات اللي انا قلتها دي اول اماكن بيبان فيها تلقيح البويضه وبيبان فيها حدوث الحمل، وهي من اقوى الاماكن اللي بتعرفك ان انت حامل ان شاء الله باذن ربنا. يا رب يكرمكم جميعا الذريه الصالحه، ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين، وما يحرم حد ابدا من الذريه، ويجعل لي دعوه مستجابه لكم. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.